السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت هومي. النهارده هنعمل طاسه فول بالطماطم. احلى فول بالطماطم واسرع طاسه ممكن تعمليها للفطار او للعشاء او للغدا. اول حاجه جبنا طاسه هنا، حطينا فيها شويه من الزيت، وبعد كده نزلنا ببصلايه وفلفلايه رومي هنشوحهم بالظبط. بعد كده هننزل بمعلقه صغيره من الثوم المهروس، وبرضو هنشوحهم، مش هنحمر حاجة خالص. وهنقلب كده شوية لغاية ما التوم يفك شوية، علشان طبعا هو متفرز. وهننزل اتنين يعني حبتين طماطم متقطعين قطع، وهنقلبهم وبالظبط دقيقتين كده لغاية كده ما يشكشكوا معاه. وحطينا معلقة صغيرة من هريسة الشطة، وبعد كده هننزل بكيس الفول طبعا، ويكون بقى نوع فول حلو كده بتجيبوه من عند حد كويس، او طبعا يفضل يكون معمول في البيت. هنقلب بقى الفول ونحط عليه شوية مية كده نفكه، علشان يعني هو طبعا ماسك علشان كان في التلاجة. نحط شوية مية حلوين كده يعني علشان الفول يبقى حلو. وهنقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تسبكوش الطماطم قوي مع البصل والفلفل، علشان لما بتتسبك قوي يعني بتضيع الحلاوة بتاعة الطماطم وطعم الطماطم بيروح. بعد كده حطينا رشة من الكمون ورشة من الكزبرة الناشفة، وممكن نحط كده نزود شطة كمان، بس لو هرست الشطة يعني مظبوطة خلاص مش محتاجة. وهنحط معلقة صغيرة من السكر، وما تنسوش معلقة صغيرة من السكر بتفرق في الطعم. وبحطينا كمون وسكر وكزبرة ناشفة، ممكن لو حابين تحطوا شوية بابريكا حطوا. وهنقلب كده كده، يعتبر الفول خلاص قرب يجهز، مخدش بالظبط يعني اقل من 5 دقايق. هنقلبه كده زي ما انتوا شايفين. على فكرة ممكن الطاسة دي تكسروا بيض كده عليها على الوش وتحطوها على الشواية. وحطيت معلقة صغيرة من الخل، بتفرق في الطعم بجد، بتخلي الفول حلو جدا. وطبعا بنحط الملح اخر حاجة، ونخلي بالنا نظبط الملح علشان ما يملحش مننا وتبقى مشكلة، نخلي بالنا جامد. بعد كده بقى ما ياخد غلوة كده واحدة بس، مش اكتر من كده، اوريدي الفول مستوي ومش محتاجين حاجة تستوي خالص. هنحط اخر حاجة بقى شوية زيت. الفول بالطماطم انا بحب احط اخر حاجة فيه شوية زيت، لان بيبقى الزيت راح منه، فالزيت ده كده بيلمعه، بيخلي شكله حلو وطعمه احلى كمان. جربوا الطاسة دي هتعجبكم جدا، ومش هتبطلوا تعملوها. تنفع بقى الفطار، تنفع للغدا، تنفع للعشاء. وزي ما قلت لكم ممكن زي ما هي كده نكسر عليها 3 بيضات ونحطها على الشواية، بتبقى حلوة جدا جدا. انا هنا حبيت يعني ازود شطة شوية، حسيت ان هرست الشطة قليلة، فانا كنت حباه كده يبقى سبايسي. وبكده معانا الفول يعتبر يعني جاهز معانا للاكل. وطفيت عليه وخلاص بقى ندوق. عايزه اقول لكم ان طبعا هو بصراحه يعني نوع الفول حلو يعني كويس. ما نبقاش بقى جايبين الفوله اللي فيها قشر، علشان بتفرق يعني، ما نبوظش الوصفه. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، وطبعا ما تنسوش تعلقوا لي تعليق حلو زيكم. سلام عليكم، باي باي.